ده كرسي قديم جدا عندي ومستهلك، بس انا بحبه وبينفعني في حاجات كتير، فحبيت اغير شكله بفكرة بسيطة جدا بالكروشيه واخليه يبقى مريح وشكله مودرن اكتر. الفكرة الأساسية إنه أغطي قاعدة الكرسي بحاجة تكون فلافي ومريحة وشوية مدية إفكت الفرو أو الشاج، فهشتغل بغرزة اللوب أو الحلقة وشرحتها بالتفصيل في الفيديو اللي قبل ده، ووضحت إزاي بنشتغلها في شكل دائري وكمان إزاي بنشتغلها في أسطر رايح جاي عشان لو عاوزة تعملي شكل مربع أو مستطيل. الخيط اللي هستخدمه خيط ليس باركم كلاسيك او ليس بارسم كلاسيك مقابل الكروشيه مقاس 4.5 ملي، بس طبعا انت لو حابة تطبقي نفس الفكرة على اي حاجة عندك تقدري ان انت تستخدمي اي بواقي خيوط. بحب قوي في الديكورات امزج اللون الاوف وايت مع اللون الذهبي الاكسيديه، فعشان كده هغير لون الرجلين من الاسود للذهبي، والدرجه دي شيك قوي، هتديني درجه الذهبي الاكسيديه الشيك، مش اللي هو الذهبي الصريح قوي، لا هتدي درجه هاديه كده وشيك، فاخترت الدرجه دي. وطبعا السبراي ده بتلاقيه في اي محل للحدايد والبويات. هفكركم بخطوات عامة لغرزة اللوب في شكل دائري، بس طبعا لو انت لسه مبتدئة او بتشتغلي الغرزة دي لأول مرة لازم الأول تتدربي عليها في أسطر رايح جاي وبعدين تبداي تشتغلي الشكل الدائري. كل ده انا شرحته بالتفصيل في الفيديو اللي قبل ده، فلو انت طبعا لقيتي ان الشرح هنا مش واضح كفاية فتقدري ترجعي للفيديو اللي قبل ده، هتلاقي فيه شرح مفصل اكتر. برضو لو انت لسه مبتدئه وخلاص اتدربتي على الغرزه في اسطول رايح جاي، فبنصح ان انت تبداي الاول بالطريقه السهله للشكل الدائري. فبنبدا بعمل الدائره السحريه، وراوند رقم 1 مش بنبدأ بعمل غرزة اللوب على طول، لا بنبدأ راوند رقم 1 بغرزة الحشو بالطريقة المعتادة. فهشتغل سلسلة واحدة للتثبيت، وداخل الحلقة هشتغل 6 غرز حشو، نفس البداية المعتادة للدائرة بغرزة الحشو بنفس تسلسل التزايد وكل حاجة. فهنا 3 4 5 6. هقفل الدائرة، ابدأ راوند رقم 2 اشتغل بغرزة اللوب، وغرزة اللوب هي بالظبط نفسها غرزة الحشو، بس قبل ما ببدأ في غرزة الحشو ده هنا الخيط اللي انا بسحب منه، فبمسك الخيط بالطريقة اللي انا متعودة بيها زي ما انتم شايفين كده، انا مش ماسكاه بطريقة معينة ولا حاجة، فامسك الخيط بالطريقة اللي انت متعودة عليها. بس قبل ما تبدأي في غرزة الحشو هنا الخيط ده اللي احنا مفروض بنسحب منه، ببدأ ان انا احجز كده بصبع الابهام، احجز منه حلقة بالشكل ده كده، شايفين الخيط زي ما هو بنفس الطريقة اللي انا بشتغل بيها، بس هنا نفس الخيط اللي انا بسحب منه بحجزه كده وبعدي بالابرة واروح على اول غرزة في بداية الراوند واشتغل فيها غرزة حشو، بمر اسفل الحلقتين، وهنا بقية الخيط انا حاجزة الجزء ده، بس هنا بقية الخيط هو نفسه ببدأ ان انا اسحب منه واكمل غرزة الحشو بالطريقة المعتادة، وفي نفس الوقت ببقى مثبتة بايديا الحلقة الموجودة هنا واكمل غرزة الحشو دي كده اول حلقة. طبعا بنفس تسلسل التزايد في كروشيه الدائرة، اول راوند بتبقى 6 غرز حشو، تاني راوند بتبقى تزايد في كل الغرز فعدد الغرز بيبقى 12، فبرضو هشتغل هنا بنفس الخطوات. وطبعا برضو مهم ان انتي بالنسبة لك تعلمي اول غرزة في بداية الراوند من اسفل حلقتين حرف الفي، نفس الخطوات المعتادة للدائرة بغرزة الحشو. هبدأ هنا في نفس الغرزة اكرر نفس الخطوات، برضو انا سندل الخيط عادي بنفس المسكة اللي انا متعودة عليها، وكل اللي بعمله بس ان هنا بصبع الابهام بسحب كده الخيط ده هنا بجيبه كده على جنب، ولان ده تزايد همر من نفس الغرزة اللي انا مريت من خلالها وانا حاجزة برضو الحلقة، وبكمل عادي غرزة الحشو. انا هنا بس العلامة دي هتعطلني شوية فهشيلها، لكن انتوا لازم تستخدموا علامة الغرز. انا هنا خلاص اشتغلت التزايد، هروح على الغرزة اللي بعدها واكرر نفس الخطوات. هسحب الاول قبل ما ابدأ في غرزة الحشو، بسحب الخيط بحجزه كده بالابهام وبعدي الابرة واروح على الغرزة واشتغل فيها عادي غرزة حشو، واسحب الخيط واكمل غرزة الحشو. تزايد فلازم اشتغل في نفس الغرزة، فبسحب الخيط في نفس الغرزة بشتغل الحشو التانية. كده وصلت للغرزة رقم 4، هروح على حرف الفي اللي بعده اسحب الخيط
اعدي كده بالابرة، اروح على حرف الفي، اشتغل غرزة الحشو. دي كده الغرزة رقم 5. شايفين كأني بشتغل غرزة حشو بالطريقة المعتادة خالص، بس الفرق زي ما قلت لكم ان انا الاول كده بحجز حلقة كده على جنب وبكمل الغرزة. كده الغرزة رقم 6، وبكرر بروح على الغرزة اللي بعدها. اركز دايما على حرف الفي، غرزة رقم 7 و8. مركزش بقى في الحلقات اللي انا بسحبها دي خالص، انا اهم حاجة اركز على الاعداد وعلى حروف الفي الموجودة قدامي زي ما بنشتغل كروشيه الدائرة بالظبط. بسحب الحلقة واحجزها على جنب، اروح على الغرزة اشتغل غرزة حشو، في نفس الغرزة بكمل اللوب التانية. انا كده خلاص وصلت لنهاية الراوند، وبرضو لما بعد الغرز بتاعتي بعدها برضو من حروف الفي، ماليش دعوة خالص بقى باللوبس والحاجات دي. كده 2 4 6 8 10 12. زي ما قلت لكم انتوا استعملوا علامة الغرز، بلاش تعملوا زي انا، بس عشان هتداري على الشغل وهتعطلني في التصوير. راوند رقم 2، وبنفس تسلسل التزايد في كروشيه الدائرة، فهيبقى التزايد في الغرزة التانية بس، عدد الغرز هيوصل ل 18. الراوند اللي بعده تزايد في التالتة، عدد الغرز هيوصل ل 24. اللي بعده في الرابعة الغرز هتوصل ل 30. كل راوند جديد من التزايد عدد الغرز بيزيد 6. وطبعا ده برضو انا شرحته بالتفصيل في فيديوهات غرزة الحشو او الدائرة بغرزة الحشو. راوند رقم 2 هبدأ اول غرزة، هشتغل في اول غرزة لوب واحدة بس، والغرزة التانية هتبقى تزايد. زي ما قلت لكم بنركز بس على حروف الفي، كأننا بنشتغل غرزة حشو عادية خالص، بس بنسحب اللوب قبلها، فبيبقى كل تركيزنا بس على الغرز. دي كده الغرزة التانية هشتغل فيها اول غرزة واسحب الخيط، وفي نفس الغرزة بشتغل كمان لوب. انا كده اشتغلت تزايد في التانية. هنقل على اللي بعدها، بشتغل غرزة واحدة بس، بسحب الخيط وبشتغل لوب واحدة، واللي بعدها تزايد، بسحب الخيط وبروح على الغرزة التانية وبشتغل 2 و3 في نفس الغرزة. حتى طريقة العد للتزايد برضو وضحتها بطريقتين، كل ده هتلاقوه في فيديو كروشيه الدائرة بغرزة الحشو اللي هو في أساسيات الأمجرومي. الغرزة اللي بعدها واحدة بس، والغرزة اللي بعدها تزايد. في كمان حاجة عاوزة اقولها لكم، بالنسبة لو هتعملوا سجادة او كسوة زي اللي انا بعملها دي، فيفضل ان انتوا تخلوا اللوب تبقى يعني عالية كده شوية عشان تديكم كثافة وراحة اكتر في الملمس. فكل ما بنخلي اللوب كده طويلة كل ما بتدينا كثافة اعلى، فما تخليش مثلا اللوب صغيرة كده، مش يعني هتديكي شكل حلو برضو كل حاجة، بس في السجاجيد والحاجات اللي احنا عاوزينها تبقى فلافي قوي، فيفضل ان احنا يعني نوسع كده شوية الحلقة اللي احنا بنسحبها عشان تدينا كثافة حلوة. فكده دي الغرزة التانية اللي فيها التزايد وكمان في نفس اللوب. هكرر بقى لنهاية الراوند، وزي ما وضحت لما اعد حروف الفي المفروض ان عددهم يبقى 18. وزي ما قلت لكم الجزء اللي هنا في السنتر عشان يعني ما تصعبيش الموضوع عليكي، شايفين لما بنبدا ان احنا نشتغل في الراوندات بيبدا يعني الجزء ده مش بيبقى باين قوي، فمفيش مشكله ان انت تبداي بنفس الطريقه عشان تسهلي على نفسك. ده لنهايه الراوند، فاضل عندي اخر غرزتين. هنا اشتغلت الغرزه رقم 15 وهنا اشتغل 16، وفي الاخيره لازم تنتهي عندي بتزايد ويبقى فيها الغرزه رقم 17 و18. وباكد للمره العاشره انتوا استخدموا علامه الغرز، بلاش تعملوا زيي وتشتغلوا كده على طول، لانه هتضطروا ان انتوا تفكوا الشغل ومش هتبقوا عارفين بدايه الراوند من نهايته. هنا اشتغلت غرزة واحدة، وهنا عندي اخر غرزة في نهاية الراوند هشتغل فيها اخر تزايد، ودي هتبقى الغرزة رقم 17 و18. وبنعد الغرز بتاعتنا طول ما احنا بنشتغل وكمان لما بنخلص الراوند.
شايفين لما بتبقى الحلقات طويلة شوية بتدي كثافة حلوة ازاي، وكمان الشغل بيكبر معانا في وقت اسرع. الراوند اللي بعده التزايد هيبقى فيه التالتة، عدد الغرز هيوصل ل24. الشغل بالطريقة دي سهل جدا جدا وبسيط، مفيش فيه اي حاجة خالص. وكل الناس اللي جربت الغرزة، في ناس كانت فاكرة ان هي صعبة، بس كل اللي جربوها وجات لي تعليقات على الموضوع ده لقوا ان هي بجد في منتهى السهوله. انا اشتغلت غرزه رقم 1 و2، وهنا التالتة فيها تزايد. زي ما قلت لكم هتلاقي ايديكي اوتوماتيك كده، هي خلاص لوحدها بتسحب الخيط وبتشكلي اللوب وبتشتغلي غرزه الحشو. كل ما بنزود في الراوندات كل ما بنلاقي انه الشغل بيبقى اسهل واوضح، لانه طبعا التزايد بيبقى على غرز ابعد، فبنلاقي ان الشغل بقى سهل جدا جدا كل ما الراوندات بتزيد معانا. طيب انت خلاص اتدربتي على الغرزة وبقيتي تعرفي تعمليها في شكل دائري وخلاص بقيتي شاطرة فيها، بس عاوزة تتحدي نفسك اكتر واكتر، وعاوزة تبدأيها من راوند رقم 1. فبرضو هنعمل الدائرة السحرية طبعا، وهنبدأ بقى على طول من راوند رقم 1 نشتغل ال6 غرز حشو هيبقى كلهم لوب. فهبدأ برضو امسك الخيط عادي واسحب وامر داخل الحلقة. هي الصعوبة ان انا مش بمر في غرز، لا انا بمر داخل الحلقة كده. انا اشتغلت الغرزة رقم 1. اوكي، شايفين الحلقة هي اللي انا بمر من خلالها، ودي اول لوب اتشكلت عندي. بسحب وبمر داخل الحلقة. شايفين انا حاجزة الخيط بايديا وبمر عادي خالص داخل الحلقة، نفس خطوات غرزة الحشو، بس فرق ان انا بحجز بس كده اللوب بايديا الاول. خلاص دي الحلقات اللي بتتشكل عندي، دي اللوب اللي انا بمر من خلالها، فبركز عليها ومليش دعوة خالص بالحلقات، بجيبهم كده على جنب كده. انا اشتغلت 2، اشتغل اللوب التالتة واكمل لوب رقم 4، لوب رقم 5 و6. كل ده انا بحجز وبمر داخل الحلقة عادي خالص. خلاص خلصت 6 غرز، ببدأ ان انا اعد من حرف الفي كده 3 4 5 6. هي مش واضحة قدامكم قوي، فهبدأ اسحب واقفل الدائرة واعد تاني كده 2 4 6. اوكي كده خلاص انا خلصت راوند رقم 1 بغرزة اللوب. وزي ما احنا شايفين هي طبعا بس الصعوبة فيها ان هي ممكن ما تبقاش واضحة قوي او تلخبطك لو انت لسه بتتعلمي، عشان كده قلت لكم ابداوا الاول بعمل غرزة الحشو بالطريقة المعتدلة. لكن لو انت اتدربتي عليها وخلاص اتقنتيها كويس جدا، فراوند رقم 1 دي هتبقى سهلة جدا بالنسبة لك. هبدأ بقى راوند رقم 2 اكرر بالظبط نفس الخطوات اللي شفناها، هركز برضو على طبعا حروف الفي، وهبدأ اشتغل تزايد في كل الغرز الموجودة عندي واكمل بنفس الخطوات المعتادة اللي شفناها قبل كده. اشتغلت 20 راوند من غرزة اللوب، وده شكل الشغل عندي. شوفوا بجد مش عارفة اقول لكم ايه، يعني انتوا اكيد شايفين حاجة زي ما تكون مثلا انا شاريها جاهزة او حاجة شاج او كده. محدش هيصدق ان ده شغل هاند ميد، فلافي وسميكة وجميلة جدا جدا. ده هنا كمان من منطقة الظهر. وشوفوا 20 راوند عملت لي مساحه قد ايه، وكمان اتفضل من الخيط، يعني لسه الشله فاضل فيها يعني شويه كده، ممكن اقل من نصها. فانا عشان اعمل المساحه دي كلها استهلكت بس يعني تقريبا 60 جرام او حاجه، ولسه كمان فاضل من الشله. قطر الدائره برضو عشان تعرفوا المقاس بالظبط، فقطر الدائره 31 سنتي. برضو هقيسها لكم من الظهر عشان المقاس يبقى دقيق اكتر. قطر الدائرة وصل ل 30 سنتي. طيب ده يخلينا نستنتج ايه؟ انه لو مثلا انت عاوزة تعملي
مشايه برضو دائري مثلا بقطر 50 سنتي، فده معناه ان انت هتحتاجي شله خيط واحده بس، لانه شوفوا يعني انا لسه الشله فاضل فيها، لو كملت بيها كمان فممكن توصل الدائره ل 45 او 50 سنتي. مثلا لو انت عاوزه تعملي حاجه مثلا بطول او بقطر مثلا متر، فده معناه ان انت هتحتاجي شلتين من الخيط. فاحنا بنعرف المقاسات بالطريقه دي. فعشان الناس اللي سالتني عن ايه عدد الشلات المطلوب لمشايه مثلا بمقاس كذا في كذا، انا مش هينفع ان انا اقول لك، لان انا ما اعرفش ايه نوعيه الخيط اللي انت هتشتغلي بيه او شكل المشايه او السجاده اللي انت عاوزاها. فالنصيحه اللي دايما بقولها لكم ووضحتها قبل كده في فيديوهات كتير، انه عشان تعرفي عدد الشلات المطلوب ممكن بتجيبي شله واحده بس او شلتين وتشوفي هتعمل لك مساحه قد ايه، وعلى اساسها بتبداي ان انت تضاعفي عدد الشلات لو انت محتاجه تزودي في المقاس اكتر. الخطوه اللي بعدها هبدا اشتغل راوندات بدون اي تزايد، بحيث ينزل جوانب للدائره، لان انا طبعا مش عاملاها مشايه، انا عاملاها ان هي تبقى تلبيسه للكرسي، فلازم يبقى ليها جوانب عشان اقدر ان انا اغطي بيها الكرسي وتبقى قافله عليه كويس وما تتحركش من مكانها. فهبدا اشتغل راوندات بدون اي تزايد. بس اوضح لكم الشغل من قريب. زي ما قلت لكم ان كل ما بنزود في الراوندات كل ما الشغل بيبقى اسهل بكتير، لانه الغرز بتبقى واضحه جدا قدامك. انا هبدا دلوقتي اوقف التزايد زي ما وضحت، وهشتغل كذا راوند، يعني لسه مش عارفه عدد الراوندات قوي، بس لحد ما الجوانب تنزل معايا بشكل معقول واقدر ان انا اغطي بيها الاطراف او الجوانب للكرسي. اشتغلت راوند واحد من غرزة اللوب، بعد كده لقيت ان الجزء ده مش هيبقى باين، فكملت بقية راوندات بغرزة الحشو بالطريقة المعتادة. فانا هنا اشتغلت 4 راوند بغرزة الحشو، وزي ما احنا شايفين كده الشغل اوريدي ضم معايا، وانا هنا ما اشتغلتش تناقص ولا حاجة، لا هي غرزة الحشو لوحدها كده بتضم الشغل. هرتفع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. ال4 سلاسل دول عبارة عن 3 سلاسل غرزة عمود وسلسلة واحدة فاصل، وهفوت غرزة، وفي اللي بعدها هشتغل غرزة عمود، سلسلة، افوت غرزة، وفي اللي بعدها غرزة عمود، سلسلة، افوت غرزة، في اللي بعدها غرزة عمود. وانا هنا بشتغل فراغات عشان الجزء ده عاوزة امرر من خلاله رباط عشان اقفل بيه برضو القطعة اكتر، وممكن برضو كمان انه امرر من خلاله استك، بس انا ما عنديش استك فهشتغل سلسلة. نهاية الراوند عمود سلسلة، وهقفل بالمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة من اول 4 سلاسل بدأت بيهم، وبعدين بقص الخيط واشتغل سلسلة وانهي الشغل. خلاص مررت السلسلة، وشوفوا بقى اقدر ان انا اضمها بالشكل ده كده عشان تبقى محكمة وقافلة اكتر على الكرسي وما تتحركش من مكانها. زي ما وضحت طبعا ممكن ان انا امرر استك، بس انا عشان مفيش عندي يعني السلسلة دي حل كويس لحد ما اجيب الاستك. ده الشكل النهائي للكرسي. احب اعرف رأيكم في التعليقات، وان شاء الله تكون الفكرة البسيطة دي اوحت لكم انتوا كمان بافكار ممكن تجددوا بيها حاجات عندكم وتستفيدوا من بواقي الخيوط. فشاركوني بافكاركم واكتبوها لي في التعليقات، وطبعا لايكات وحب وقلوب لو عجبكم الفيديو. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.